نبدأ ندخل بقى في الحلو بتاعنا. طب الحلو النهاردة البطل بتاعه ايه؟ مش هتصدقوا، مكرونة. والله مكرونة. دي عبارة عن نص مج من مجات الشاي العادية اللي موجودة في أي بيت عندنا، نصه تقريبا أو 3/4 مكرونة أي شكل، سباجيتي، شعرية، مكرونة صغيرة أي نوع، وهنسلقها في بالظبط 2 كوباية مية على النار لغاية ما تتهري. أنا عايزاها تتهري فعلا يعني، تمام. وهبدأ بقى أجيبها بالمية، ببواقي المية بتاعتها، نحطها هنا كده، تمام. بصوا ببواقي المية بتاعتها ترمي بقية المية اللي اتسرقت فيه. طيب الأول وصفاتنا إيه؟ دي مكوناتنا: نص كوباية مكرونة زي ما قلنا، كوباية سكر، كوباية إلا ربع نشا، معلقتين سمنة بلدي، ولتر ونص حليب، تمام. طبعا بقى مكسرات أو أي حاجة للتزويق. طيب أنا هنا حطيت المكرونة اللي هي نص كوباية مكرونة مسلوقة، هبدأ أحط عليها يعني تقريبا كده كبشتين لبن. ليه؟ علشان بس أضربها. أنا هضرب اللبن ده يا جماعة مش سخن ومش ساقع، دافي أو درجة حرارة المطبخ. يعني هحط كده يعني حبة صغيرين مقاسات بس ما أنا أبدأ أضربها. طيب الهاند بلندر، ما عندكيش هاند بلندر، خلاط، وممكن برضو تضربيه فيها عادي. هبدأ أضربها لغاية ما الخليط يبقى معانا كريمي، المكرونة تتطحن خالص، تبقى كريمية خالص. طيب خلاص احنا كده خلطناها، تمام. وهنحط على اللبن الحاجات اللي احنا ضربناها، المكرونة، يبقى هنبدأ نفك كده المكرونة مع اللبن. بس الموضوع سهل جدا. هنحط السكر، كوباية سكر حلو قوي على المقدار ده. يعني لو انت بتحبي السكر زيادة طبعا ممكن تزودي سكر، ولكن هو كوباية السكر على مقدار اللبن اللي هو 1.5 كيلو حلو جدا. يعني هي حلوة قوي، مش مسكرة ومش بلعة. هدوب السكر. الأكلة دي زي ما قلت لكم من دمياط، كنت باكلها زمان قوي، ما كنتش عارفة دي اسمها ايه ولا بتتعمل ازاي. واول مره عملتها في بيتنا من غير ما اعرف المقادير غير انها مكرونه، حطيت كيس مكرونه كامل. فطبعا كيس مكرونه كامل بالنشا بتاعتها دي، يعني بصوا انا هعمل صينيه كبيره دلوقتي بنص كوبايه، فتخيلوا بقى انا عملت الكيس كله. فطلعت طبعا معجنه وماسكه في بعض، وكانت حاجه كده رهيبه يعني. لكن العمايل الصينيه بتاعتها او الصاج بتاعها بالظبط ياخد نص كوبايه لكوبايه الا ربع مكرونه. هبدأ أحط النشا. طبعا النشا أنا لسه اللبن عندي مش سخن، لو اللبن عندي سخن ما أقدرش أنزل بالنشا كده، هتكلكع. لازم أدوبها الأول في مية أو في لبن، بس أنا اللبن عندي لسه ما سخنش، فسهل جدا إن أنا أحط النشا وأضربها. لو اللبن سخن تاني، لو اللبن سخن ما أقدرش أحط النشا عليه، هتكلكع ومش هتفك. لكن لو اللبن سخن هدوب النشا دي في ميه او في لبن ساقع. طب انا اللبن اللي عندي انا لسه حاطاه حالا، لسه ما سخنش، فعادي جدا ان انا احط النشا عليه كده. وهنبدا بقى ايه، مش هنسيب النار خالص، على نار متوسطه عشان ما تشطش من تحت. وهبدا اقلب بالويست كده، معلقه لا، شوكه لا، سباتيولا لا، لازم مضرب ويسك علشان يفك لي اي تكتلات من قبل ما تبدا، تمام. اول ما تبدا تربط معايا النشا وتبدا القوام يتغير ويتخن، هبدا احط سنه فانيليا ومعلقه سمنه بلدي، هيديها تيست رهيب، هتوديها في حته تانية زي ما بيقولوا. هتعمل لها ريحه، هتعمل لها طعم، هتعمل لها لون وفايده. بما اننا بنتكلم بقى عن الفوائد، فطبعا السمنه البلدي مع اللبن طعم وفايده. بس هنعلي عليها شوية.
ونبدأ نقلب لغاية ما يربط معانا النشا ونبدأ نلاقيها تقلت. طيب لغاية ما تتقل شوية ونجيب الصاج بتاعنا اللي احنا نحط فيه وفرشة. الصينية دي أو الصاج ده مقاسه 30. المقادير اللي أنا قلتها لكم دي هتمشي في مقاس 30، مقاس 28. بس ايه عايزة اتكتل. هنبدأ بقى ايه بصوا ندهن سمنة بلدي برضو، اولا عشان ما تلزقش فيها، ثانيا عشان برضو هتديني طعم تحفة وريحة تحفتين. بصوا هتحطوا سمنة ببذخ، عارفين بذخ؟ ببذخ بس كده. احنا كده الصينية بتاعتنا جاهزة، ولسه النشا بتاعتنا ما ربطتش، هتربط دلوقتي. هي الاصل بتاعها بتاع العزيزيه او زي ما بيعملوها في دمياط لازم تبيت ليله كامله في التلاجة بعد ما يعني بعد ما ده يتقل واحطه في الصينيه، احطها في التلاجة ليله كامله لغايه ما الوش يتشمع خالص ويدهن بقى سمنه بلدي ويخش الفرن. طبعا احنا عشان وقت البرنامج ووقتنا ووقتكم انا هفضيها وهسيبها بس يعني مقدار 10 دقايق ربع ساعه الوش بس ينشف ويتشمع معايا، وهبدا ادهنها بسمنه بلدي وندخلها الفرن. تمام. احنا ممكن بقى ايه نطلع فاصل لغايه ما النشا تربط ونحطها في الصينيه ونرجع لكم تاني. استنونا. ورجعنا لكم تاني وخلاص خلصنا المنيو بتاعتنا النهارده. براجعها بسرعه مع بعض. دي بطاطس بيوري بكرات اللحمه، ودي سلطه فتوش، ودي العزيزيه او المكرونه باللبن بس هي اسمها عزيزيه اصلا. بس كده خلصناهم. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، يا رب تكون الوصفات سهله عليكم وموجوده في كل بيت. ودي بقى ممكن بقى بعد كده نقطعها بس هي سخنه جدا فمش هينفع اقطعها وهي سخنه، لازم تبرد تحط في الثلاجه اتليست 3 ساعات عشان تبدا تشد وتجمد ونبدا نقطعها خرطات. وممكن بقى نزوقها باي مكسرات وممكن تتاكل كده زي ما هي. احنا قلنا دي حلويات شرقيه مش هينفع نحط فيها صوصات ولا كريمه ولا اي حاجه عشان ده شرقي. تمام. دي حلقتنا كانت النهارده، ودي فيديوهاتنا، ودي المنيو بتاعتنا، ودي السلطه بتاعتنا والاكله بتاعتنا. ممكن جدا للي ما بيحبش البطاطس يشيل البطاطس يحط مكرونه، وممكن يشيل اللحمه زي ما قلنا ونحط فراخ او يحط مشروم او يحط خضار براحتكم خالص. السلطه دي وجبه اساسيه جدا جدا على السفره، لازم تكون موجوده، خصوصا ان احنا هنا مش حاطين خضار كتير، يعني احنا مش حاطين خضار تقريبا الا البقدونس اللي حاطينه في البطاطس، فلازم نعمل جنبها سلطه علشان تبقى وجبه متكامله. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ويا رب يكون المنيو سهل عليكم، والحلويات طبعا المكونات بتاعتها موجوده في كل بيت. وهشوفكم في حلقه جديده قريب ان شاء الله. باي باي.